مباريات الاهلي بالنهار امر مرعب، ومحمد هاني يعني كده خلاص يعني شكرا يعني. مش عايزين يعني نتكلم ولا نعلق ولا نعاتب الا بعد ما البطوله تخلص بالنسبه للنادي الاهلي. لحد دلوقتي احنا مروان عطيه رسميا مش هيكون موجود في الماتش الجاي، ومعانا امام كمان. فطبعا سوء حظ وفقر ونحس يعني السبب معروف، لان الكل باصص لك في البطوله، الكل مركز معاك، الكل بيحسدك على اللي انت فيه. فانا شايف يعني الظروف قهريه، والدنيا غريبه وطقس ورعد وحاجات غريبه كده. علامه استفهام على تريزيجيه وعلى يعني ابو علي. رمضان، انت عملت اللي عليك. بن شرقي لما نزل فرق جامد، بس انا برضو مش شايف هجوم شرس. ودايما الشوط التاني عندنا غير الشوط الاول. الشوط الاول بيديني انطباع ان انا فريق عالمي وهنزل هفشخ الفرقه اللي قدامي. في الشوط التاني بلاقي حاجه تانية خالص. فاحنا كده عندنا قنبله نوويه اسمها اللياقه عندنا ضايعه. الجانب البدني عندنا سيء جدا. واعتقد ده قتل ذاتي. يعني انت لازم تدرس وتشوف الدنيا كويس عشان تبدأ تلم اوراقك من اول وجديد. ولسه عندنا فرصه يا جماعه. مش هتكلم كتير، ولينا كلام ان شاء الله بعد ماتش بورتو. على فكره بورتو فايزه دلوقتي 1-0 على انتر ميامي. رقد حكم.